سؤال بنتسأله كتير من متابعين القناة اللي بيفكروا يعملوا مشروع مزرعة النعام. هو مشروع تربية النعام ناجح ولا فاشل؟ هو فعلا النعام ينقلنا نقلة كبيرة زي ما بنسمع ولا الكلام ده مش مظبوط؟ طب أنا بشوف حد بيقول إنه ناجح وحد بيقول إنه فاشل، أصدق مين فيهم؟ هقول لك في الحلقة دي مشروع النعام مشروع ناجح ولا فاشل، وأي كلام تاني هتسمعه غير اللي هنقوله في الحلقة دي ما تركزش معاه، علشان احنا ملناش أي مصلحة إننا نقنعك تعمل المشروع ده أو ما تعملوش. ده علشان زي ما قلنا قبل كده وبنقول احنا لا هنبيع لك ولا هنشتري منك. مشروع ناجح ولا فاشل؟ المشروع ده وقته ولا مش وقته؟ تابع معانا الحلقة دي بتركيز للنهاية، ابقوا معانا. اهلا بيكم، انا شريف ودي قناة كلام في نعام. معظم المهتمين بالمشروعات اللي زي دي عرفوا مشروع النعام غالبا عن طريق السوشيال ميديا والانترنت، صفحات الفيسبوك وقنوات اليوتيوب ومواقع الاخبار المالية والاقتصاد وما الى ذلك. طب تعالوا كده اوريكم حاجة على السريع. كتبنا في جوجل سيرش مشروع تربية النعام، واول نتيجة في البحث زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، وممكن تجربوها، هي اللي قدامكم دي، نقلا عن موقع الوطن نيوز، بيقول استثمر في تربية النعام، مشروع رأس ماله 70,000 جنيه ومكسبه $500,000. فتحنا الخبر لقيناه بيشرح فعلا بدراسة جدوى حقيقية ازاي تجيب أسرة نعام ب70,000 جنيه وتربح منها $500,000 سنويا. سايبين لكم لينك الخبر والموقع في الوصف علشان تتأكدوا بنفسكم. مش هقول رأي اقتصادي ولا هقول رأي فني، بس هسألكم بالمنطق، يعني هل هذه أرقام تعقل؟ هل في منطق في إنك تدفع 70,000 جنيه تكسب $500,000 في سنة؟ طيب، الخبر التاني ده نقلا عن جريدة اليوم السابع، بيقول النعام مشروعك المربح علشان تبقى مليونير، برضه مليونير. فتحنا الخبر لقيناه بيقول لك البيضة 2 كيلو وتكفي 10 أفراد. يعني كلام غريب جدا الصراحة، أنا مش فاهم ايه علاقته بانك هتبقى مليونير، اكيد مش من بيع البيض لاغراض الاكل يعني. نرجع للنتائج تاني. نتيجة دراسة جدوى للمبتدئين، وبيقول لك لحم النعام يباع باغلى الاسعار، ودي هنتكلم برضو فيها باستفاضة، لكن باختصار شديد لحم النعام الان بسعر اللحم البقري تقريبا، وبيعه غير مجدي اطلاقا لاصحاب المزارع. نرجع سريعا لبحث جوجل، جريدة الرؤية ومانشيت بيقول تربية النعام صناعة تدر الملايين وبزنس يرفع شعار الثراء للجميع. نفس الكلام المبالغ فيه اللي مش بيعبر عن حقيقة. احنا دلوقتي بنحاول نعرف ونفهم هو ناجح ولا فاشل يعني. تعالوا نجرب اخر حاجة كده ممكن نعملها. فتحنا جوجل سيرش وسألناه سؤال واضح وصريح: هل مشروع النعام ناجح؟ وكانت الإجابة زي ما حضراتكم شايفين إن مشروع النعام مشروع مربح بشكل كبير، مشيرا إلى كل ما تنتجه النعامة سعره مرتفع، ومن بين تلك الأشياء هو ريش النعام اللي بيبلغ سعر الكيلو منه 1500 جنيه، وسعر كيلو لحم النعام اللي بتزيد عن 250 جنيه قائلا مشروع النعام كله مكسب، حتى وانت بتذبح النعامة سعر اللحمة غالي. الكلام ده قديم من سنتين تقريبا، الكلام ده كان قريب من الكلام المظبوط يعني انت عايز تقول ايه بقى، ناجح ولا فاشل؟ انا عاوزكم انتوا في الاخر اللي تقولوا هو ناجح ولا فاشل. يعني انا بعمل معاكم برين ستورمنج اللي بيها نخرج من المناقشة دي، انتوا اللي بتقولوا، انتوا اللي بتحكموا، انتوا اللي بتقرروا هو ناجح ولا فاشل. النعام انتشر في مصر انتشار كبير جدا، كنا في سنوات قليلة عارفين عدد المزارع الكبيرة والمربين الصغيرين كلهم عددهم بسيط ومعروفين بالاسم. انما مؤخرا انتشرت جدا مزارع النعام الكبيرة والصغيرة، انتشرت بشكل كبير جدا في كل انحاء مصر، انتشرت لدرجة صعوبة جمعهم ومعرفتهم. وده كان نتيجة لتسويق المشروع على انه مشروع واعد ونجاحه كبير ويخليك مليونير في سنة والكلام ده. معظم اللي دخلوا المجال ده اقنعهم اصحاب مزارع ان هم يعملوه، يشتروا منهم قطيع صغير او كبير ويبدأوا بيه مشوارهم. أقنعهم وقتها بالتركيز على المكاسب والأطماع من المشروع فقط، طبعا محدش ذكر أي مساوئ للمشروع وقتها. كله دخل المجال بدون خبرة، مع عدم وجود الوعي الكافي وعدم رغبة الأطباء البيطريين في التعامل مع النعام، مع عدم برضو يعني وجود معرفة ودراسات كافية لأهم الأمراض أو نظم التغذية السليمة.
كيفية إنشاء ملاعب قياسية وصحية، العنابر المثالية للصغار، نقص الوعي اللازم والخبرة الكافية والاعتماد على النصايح كلمة من ده على كلمة من ده جعلت الخسائر كبيرة جدا والنافق عدد لا يستهان به. ما بين مشاكل أرجل ومشاكل وراثية وأمراض ناتجة عن تلوث أو التقاط وابتلاع أجسام غريبة من الأرض وما إلى ذلك. ده كان نتيجة عدم الوعي الكافي وعدم أو نقص الخبرة في أبسط الأمور زي درجات الحرارة المطلوبة للكتاكيت الصغيرة أو النظافة والتطهير في الحضانات إلى آخره. عوامل كتيرة أدت لخسائر فادحة لمعظم اللي دخلوا المجال بدون خبرة وبدون الاستناد إلى أصحاب خبرة حقيقية، وهم قليلين جدا الصراحة. فضل المشروع يروج ليه على انه مشروع مليونيرات وانه هينقلك نقلة كبيرة، وكانت نتيجة الترويج ليه بالشكل ده هي مزارع نعام بأعداد كتيرة جدا كلها تعتمد على بيع الكتكوت للي عايز يدخل المجال او بيع الأسرة الواحد عايز يعمل نفس المشروع وهكذا. فضل سعر الكتكوت يزيد وسعر الأسرة تزيد والفكرة تنتشر ومشاريع تتوسع ومزارع تزيد. اللي يشتري عايز يعمل مزرعة وينتج كتكوت ويبيع بأسعار خيالية، الواحد عايز يعمل مزرعة وهكذا. محدش فكر وقال ماذا بعد؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هو النعام ده كله هيروح فين؟ للأسف محدش فكر. محدش قال ان السوق المصري مش مقبل على لحم النعام وما يعرفوش المعرفة الكافية. مفيش شركات تسويق حقيقية نزلت بإعلانات وأسعار وبتنافس وبتعرف السوق المصري على لحم النعام وفوائده. غير ان توقف التصدير كان عامل كبير جدا في تراجع المشروع ده جزئيا برضه، لان التصدير كانت هو سبب نجاحه في بداياته. فضل الموضوع على كده لحد ما جت الأزمات الاقتصادية العالمية اللي احنا عارفينها، كورونا وبعدها حرب روسيا وأوكرانيا وهبوط سعر الجنيه أمام الدولار، صعوبات الاستيراد والغلاء العالمي، وأصبح سعر العلف في زيادة يومية جنونية. اللحوم الحمراء والدواجن كان فيه اللي بيضبط أسعارها، لكن النعام تلاقي ان سعره بيتحرك في زيادة سعر الكتكوت وسعر الأسرة حسب أهواء البايع يعني. بعدين تلاقي سعر وزن الكيلو القايم لا يتناسب مطلقا مع مستجدات السوق. تلاقي سعر العلف والأدوية ارتفع الضعف وارتفع الضعفين وسعر القايم زي ما هو من 3 سنين. تلاقي الكتكوت سعره بيهبط علشان الإقبال على إقامة المشروع ده قلت في الوقت الحالي يعني بسبب غلاء الأعلاف. وتلاقي في اضطراب واضح جدا وضبابية شديدة بتمنع رؤية هذا القطاع، يعني مش عارف مستقبله هيوصل لإيه. في ناس دخلت المجال ومش عارفة تكمل ومضطرة تبيع بسعر قليل علشان تصفي، ده لأنهم بيقدموا للنعام علف بآلاف الجنيهات ومش عارفين هيعملوا إيه. وفي ناس لسه مكملة ومنتظرة الدنيا تظبط، وفي ناس عايزة تدخل وخايفة. طب اعتقد احنا كده حطينا ايدينا مثلا على مشكلات تربية النعام، يعني ممكن نقول باختصار في 3 بنود رئيسية: عدم وجود بورصة تتحكم في منتجات النعام قايم ولحم وكتكوت وأسر وريش وخلافه، صعوبات التصدير ودي كانت أكبر ضربة قاصمة في هذا المشروع الواعد، غلاء أسعار الأعلاف. طبعا مع الأخذ في الاعتبار كم التهويل الإعلامي والأخبار الكاذبة حول أنه مشروع مليونيرات ومشروع يكسبك $500,000 من أسرة 70,000 وما إلى ذلك، يعني كده ظهرت قدامنا الرؤية شوية لحد ما كده تقدر حضرتك تقرر أنت عاوز تشتغل في مشروع تربية النعام ولا لأ. كده أنت عرفت المعوقات الحقيقية أمام نجاح مشروع زي ده، كده الأمور وضحت ليك هو مشروع ناجح ولا فاشل. لكن لو قررت الحكومة تسهيل وتحفيز ودفع التصدير، يعني لو الحكومة حطت في دماغها برنامج ان هي تسهل تصدير منتجات النعام من جلود ولحوم وخلافه، هيتحول مرة اخرى الى انجح المشروعات حرفيا. لكن برضو مش بالمبالغة بتاعت الملايين والكلام ده، يعني تسهيل التصدير من جهة الحكومة مش بعيد، ده ممكن يحصل بين يوم وليلة. في الحالة دي اللي صفى مشروعه هيندم، واللي ما عملوش هيفكر يلحق نفسه ويعمله. المعوقات وأسباب الفشل طرحناها، ومقومات نجاح المشروع هنعمل لها حلقة لوحدها نطرح فيها كل الأمور اللي هتنهض بالمشروع ده بإذن الله. بنجهز مجموعة حلقات متعددة بنتكلم فيها عن أمور مهمة جدا. لو عندك أي سؤال أو استفسار احنا بنرد على كل أسئلتكم. سايبين لكم لينك الواتس مباشر اللي في الوصف تحت تقدر تتواصل معنا فيه.
ابعت لنا وهنرد عليك على طول، ولو اتأخرنا شوية ما تزعلوش مننا. في النهاية احسبها صح وما تتسرعش، ابدأ بداية مظبوطة والتوفيق إن شاء الله من عند ربنا. نتمنى نكون وصلنا المعلومة بطريقة صحيحة، وهتكون في حلقات تانية بتتكلم عن صعوبات المشروع والأمور اللي ممكن تتعمل إن هي تنجح حاجة زي كده. لو عجبتك الحلقة ادخل على القناة وهتلاقي حلقات تانية كتير في مشروع تربية النعام مفيدة بالنسبة لك. قسمناها لكم على هيئة قوائم تشغيل، كل قائمة تشغيل بتتكلم عن مرحلة مهمة في مشروع تربية النعام. معلومات علمية دقيقة قدمناها لكم، معلومات مدروسة وخلاصة دراسات كبيرة جبناها لكم بدون مقابل. لو لسه ما اشتركتش في القناة يسعدنا اشتراكك. نراكم في حلقات قادمة، دمتم سالمين.